انا مش فاهم انتوا قاعدين عاملين كده ليه؟ زي ما قلت لكم حد. هو انت ليه محسسني ان موضوع حملي ده حاجه عاديه؟ لا مش حاجه عاديه، بس المفروض اللي بيحصل ده يفرحك يعني عادي. والله العظيم انت ربنا بيحبك. انا بصراحه بعد موت ابوكي انا قلت ايه البنت النحس دي. بعديها عرفت قد إيه انت محظوظه وقوي كمان. بس هو بس كله بوقته. ازاي بقى؟ عشان انت حامل من جعفر العمده، يعني بنك متحرك وما عندوش حد يورثه. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ ما تفوقي بقى يا عايده. هو انت متجوزاه عن حب يعني؟ ده غير ان حملك من جعفر العمده هيدخلك في نفق فلوس ما بيخلص. اكل الولد، مصاريف الولد، مدارس الولد، كلها بنود بتعد فلوس. انا مش فاهمه ايه الصعب ان انتوا تفهموا انا حاسه بايه. لما اتجوزته ما كنتش بحبه، بس انا دلوقتي بحبه. انا عارفه ان انتوا مستغربين من اللي بقوله، حقكم. اذا كان انا نفسي مستغربه. عمري ما تخيلت ان انا احبه، وعمري ما تخيلت ان انا ابقى حامل منه، وعمري ما تخيلت كمان ان انا اتجوز واحد متجوز 3 غيري. بس هي دي الحقيقه، وهو ده اللي انا حاسه بيه دلوقتي. يا ستي ماشي، بس قوي بقى حبك لجعفر العمده ينسيكي تحبي الفلوس معاه. عايز ايه؟ خير. مين حبيبة اخوها؟ عايز ايه مني يا شوقي؟ عايز احرق دمك. محروق خلقه وسيبني في حالي احسن لك. مش قبل ما تسمعي الفكرة اللي جاتني النهارده. تخيلي كده اروح لجعفر واقول له دلال حبيبة القلب ورا كل اللي حصل لك، تفتكري هيعمل فيكي ايه؟ بلاش كلام فارغ والنبي، وشوف يلا انت رايح فين. حاضر. ولو وريته دي الصورة دي انا بس كنت قلبة الدنيا على اللي اسمه بلال شامة ده، وبعدين لما لقيته هرب مني والله. انا كنت بس عايزة اجيبه، عايزة اعرف منه ايه اللي حصل. قولي الكلام ده لجعفر. ابوس ايدك يا شوقي، اوعى توري جعفر الصورة دي. هي ايدي كانت مستنية البوسة بتاعتك. انا عايز افهم كل حاجة من الاول. حاضر حاضر، بس مش دلوقتي. ما يطلعش عليك نهار بكرة إلا وأنت عندنا في البيت، تبوسي إيد أبوكي وأمك ورجليهم وتراضيهم وتحكي لنا الحدوتة من الأول وعملتيها إزاي. ده بس في الأول، لحد ما أشوف هعوز منك إيه. حاضر حاضر يا شوقي.